طبعا المنافسة السياسية مختلفة نوعا ما عن الحالة الثورية اللي كان الناس عايشاها، فبالتالي الشباب نوعا ما تأخروا في ان هم ينتقلوا من الميدان للعمل السياسي. دكتور مصطفى النجار من اليوم الاول هو موجود في الميدان، بالعكس من قبل كمان الثورة هو في التحضير للثورة، هو من احد الوجوه والرموز المشهورة في الثورة المصرية، وكمان هو قدر يتزامن مع دوره الثوري وان هو دايما في الميدان وبيطالب في ان هو انشأ حزب سياسي، كان من احد مؤسسين حزب العدل. يعني من طبيعته ان هو حتى كان بيشدد دايما في الحمله ان هي تبقى حمله شريفه، ما يبقاش فيها لجان الكترونيه زي بتاعه الحزب الوطني، ان هو نحاول نقرب من الناس، نعمل جلسات. حتى هو كان بيعمل كتير قوي مؤتمرات مع الناس، بيسمع مشاكلهم بشكل مباشر. مع خبرة الحياة السياسية، مع نزولهم للشارع أكتر، مع احتكاكهم بالناس، مع التطورات أو التغييرات اللي هتحصل، مع الضغط المستمر ليهم والنضوج السياسي، أكيد طبعا هيتغير ويبقى ليهم فرصة أكبر، خاصة إن دلوقتي الأحزاب اللي كانت جاهزة حتى من قبل الثورة هي اللي قدرت يبقى ليها حظوظ أوفر، ولكن الشباب هياخدوا وقتهم في إن هم ينضجوا سياسيا ويبقى معاهم إمكانيات أكتر ويبقى ليهم تواجد في الشارع، وأعتقد إن ده هيساهم بجزء كبير قوي في نجاحهم في الفترة القادمة يعني.